ماشي، ده الفيديو بتاع الجاكوبيان تاني عشان الأولاني طلع كان فيه مشكلة بسيطة خالص، وهو المرة دي كسلت أعمله على التاب عشان الفيديو ما يطولش، وعلشان برضو إيه الفيديو هيطول وهقعد أعيد كل الكلام ده تاني لأن فيه خطوات زيادة هتتم، فكان هتبقى ده مشكلة يعني. تمام. هحاول على قد ما أقدر يكون نفس كل حاجة، يعني حاول مغيرش حاجات كتيرة عشان اللي شاف القديم ما يتلخبطش. زي ما قلنا انت يهمك الاثبات في ايه؟ ان انت مبدئيا دي تكون حاجه انت عارفها لنفسك، وعلشان لو انت عاوز تبصمجه يكون سهل عليك شويه، ممكن تثبته مره وبعد كده ترجع تبصمجه تاني هتلاقي الموضوع فرق معاك. ده كان تاني سبب. وكان تالت سبب ان انت لو في حته معينه مش فاهمها في القانون تقدر ايه تكون فهمتها وكل حاجه عندك بقت واضحه. تمام. اول حاجه بس انا هبدأ لك بمقدمه تفهمك انت اصلا هتستعمله ليه، او هتستعمله امتى او هتحتاجه امتى. انا لما كنت بديك فانكشن اف في الاكس والواي، ماشي، واديك الاكس اللي هي اول حاجة هنا، اول فاريبل هنا في اليو والفي، واديك الواي في اليو والفي، واجي اقول لك هات لي بارشل اف على بارشل اليو، كنت تيجي تقول لي ببساطة الاكس جوه الاف واليو جوه الاكس، فبالتالي انا هدخل جوه الاكس بارشل اف على بارشل اكس، بارشل اكس هجيب منها اليو بارشل يو، وهعمل كده نفس الكلام في الواي، تبقى بارشل اف على بارشل واي في بارشل واي على بارشل يو. ونفس الكلام في الفي، الفرق بس ان اليو دي بتتغير. تمام. ده التشين رول الطبيعية بتاعتي. ايه الفرق بينها بقى وبين اللي احنا داخلين عليه؟ ايه الفرق بين ان انا هديك فانكشن في الاكس والواي، تعالى بس نكتب التانية برضو جنبها، بارشل اف على بارشل في، بارشل اف على بارشل اكس، بارشل اكس على بارشل في، زائد بارشل اف على بارشل واي في بارشل واي على بارشل في. ده هو التانية بتاع اللي شبه دي بس بالفي. تمام. هنا بقى بديك ايه؟ بديك فانكشن في الاكس والواي، وبديك يو في الاكس والواي برضه، واديك الفي في الاكس والواي برضه. يعني الاف واليو والفي التلاتة في الاكس والواي. انت حتى هتلاقي في المثال بتاعك او يعني في السؤال هتلاقي ان انا عندي تلاتة فانكشن فيهم نفس الفاريبل، بس اسامي الفانكشن هي المختلفة. بيجي يطلب منك ايه؟ بيجي يطلب منك نفس المطلوب. بيجي يطلب منك ايه؟ بارشل اف على بارشل اليو. تمام. يجي يطلب منك مثلا بارشل اف على بارشل اليو، واللي انت دي بتجيبها ازاي؟ هتقول لي دي اليو، يعني دي الاكس جوه الاف والاكس جوه اليو، اليو مش جوه الاف اصلا. انا هعملها ازاي؟ هقول لك هتشتغل كانها تشين رول طبيعيه، كانها اللي فوق. هكتب اللي فوق بالظبط، بارشل اف على بارشل اكس، بارشل اكس على بارشل يو، زائد بارشل اف على بارشل واي في بارشل واي على بارشل يو. وهيبقى اللي تحتها زي نفس الكلام، بارشل اف على بارشل واي بيساوي بارشل اف في بقى على بارشل اكس في بارشل اكس على بارشل في، زائد بارشل اف على بارشل واي في بارشل واي على بارشل في. تمام. هتيجي تقول لي طب الاكس جوه الاف ده تمام، والواي جوه الاف ده تمام، وهنا الاكس جوه الاف تمام، وهنا الواي جوه الاف تمام. هتقولي ده مش معايا ان اليو مش جوه الاكس، ده العكس، دي الاكس هي اللي جوه اليو، وهنا الفي مش جوه الاكس، ده العكس، ده الاكس هي اللي جوه الفي، وهنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام. فمن هنا بقى هتبدأ تفهم ان انا هحتاج استعمل الجاكوبيان او الاثبات اللي انا هقوله علشان نجيب حاجات زي دي، اللي هو انا عندي الاكس جوه اليو، لا انا اطلب منك بارشل اليو جوه الاكس. تمام. فاحنا ايه؟ يا اما هيجي في السؤال يطلب منك الاربعه دول صريحه، الاربعه دول صريحه، فانت هتفهم انك هتشتغل جاكوبيان وتجيب دول، او هيطلب منك دول وانت هتستنتج ان دي مش تشين رول، وهتستنتج يعني بعد ما تكتب قانون التشين رول ده هتستنتج بعدها ان الاربعه دول مش معاك، فهتروح تجيبهم بعد كده ترجع تجيب له الاتنين دول. تمام. طيب يبقى انا دلوقتي معضلتي في الاربع حاجات دول هدف ان انا اجيبهم. علشان انا اقدر اجيب الحاجات دول واللي احنا نبدا نخش في الاثبات، محتاج اول حاجه يعني اتعمق شويه في الفانكشن دي. لو انا حبيت ادرس تغير اليو شويه،
لو اليو اتغيرت شوية، العلامة دي معناها تغير بسيط في اليو، شبه الاس مقفولة من تحت كده. تمام. لو اليو اتغيرت شوية، عاوز اعرف ايه اللي هيحصل جوه. الاكس هتتغير شوية زائد الواي هتتغير شوية، اللي هما الحاجات اللي جوه. بس هل تغير الاكس وتغير الواي هيكونوا بنفس مقدار بعض؟ هتقولي لا، هيكونوا بايه؟ يعني المقدار بتاعهم هو الاشتقاق بتاعهم، هتبقى بارشال يو على بارشال اكس هنا، وهنا بارشال يو على بارشال واي. تمام. اللي هما ايه يعني مقدار تغير دي دي هتتغير بنسبة بسيطة، هتتضرب ايه في الديريفاتيف بتاعها، ودي نفس الكلام. تمام. تمام. هنيجي نعمل نفس الكلام في دالة ال V، هتبقى نفس الكلام، تبقى التغير بسيط في ال V بيساوي بارشال V على بارشال X في التغير البسيط في ال X زائد بارشال V على بارشال Y تغير بسيط في ال Y. تمام. أنا عاوز أحل المعادلتين دول، عاوز أجيب التغير البسيط في ال X بكام والتغير البسيط في ال Y بكام. تمام. مراجعة بسيطة، لما أنا كان عندي مثلا 3x زائد 4y بيساوي 10، وكان عندي مثلا 4x زائد 5y بيساوي 10، كنت بحل المعادلتين دول ازاي؟ كنت باجي اقول لك مثلا عاوز اجيب الاكس لوحدها في طرف، فبعمل ايه؟ اضرب دي في معامل الواي هنا 5، واضرب دي في معامل الواي التاني هنا 4، فهتبقى هنا دي عندك كام؟ 15x زائد 20y بيساوي 50، واللي تحتها تبقى كام؟ 16x زائد 20y بيساوي 40. بعد كده بطرح المعادلتين من بعض، فدي تطير مع دي ويبقى لي 15x ناقص 16x بيساوي 50 ناقص 40 اللي هو 10، واسحب الاكس عامل مشترك واشتغل. انا هعمل نفس الخطوات حرفيا. انا اول حاجه هكون مهتم اجيب البارشال اكس، هكون مهتم اجيب ايه؟ البارشال اكس. طب عشان اجيب البارشال اكس محتاج ايه؟ اضرب دي في الفانكشن دي كلها واضرب دي في الفانكشن دي كلها. طيب هضرب دي، تعالى نضرب دي في الفانكشن دي كلها، تبقى ايه؟ بارشال في على بارشال واي اضيفها هنا، بارشال في على بارشال واي اضيفها هنا، بارشال في على بارشال واي اضيفها هنا. وعاوز اضرب دي في كل الفانكشن الجاي، فاضربها هنا، تعالى نكتبها تحت عشان مش هتكفي، هتبقى بارشال واي على بارشال يو على بارشال واي في التغير في الفي اللي هي دي هي دي. تمام، عشان بس مفيش مساحة. وهنا تبقى بارشال يو على بارشال واي، وهنا بارشال يو على بارشال واي، ضربتها في المعادلة كلها. تمام. زي ما انت تلاحظ ان الجزء ده هو شبه الجزء ده بالظبط، فانا هطرح المعادلتين من بعض، هطرح الاول بالتاني، فهتبقى بارشال في على بارشال واي في التغير في اليو اهو اللي هي دي، هعمل لها طرح دي المعادلة دي، فتبقى بارشال واي على بارشال يو على بارشال واي في التغير في الفي بيساوي ايه بقى؟ ده طرح ده، وده هيطير مع ده في الطرح لان هما الاتنين نفس الحاجة، فده اللي هو بارشال في على بارشال واي بارشال يو على بارشال اكس التغير في الاكس، يبقى ناقص التاني اللي هو بارشال واي على بارشال يو على بارشال واي بارشال في على بارشال اكس في التغير في الاكس. هنا ممكن اسحب الاكس عامل مشترك، فتبقى لي بارشال في على بارشال واي بارشال يو على بارشال اكس ناقص بارشال يو على بارشال واي بارشال في على بارشال اكس هنا. تمام. وده طبعا هينزل زي ما هو. تمام. شايف الشكل ده اللي انا لما كنت باجي اقول لك مثلا 3 في 2 ناقص 4 في 5، فكنت بتيجي تقول لي ان دي عبارة عن ماتريكس 3 في 2 و4 في 5، الديترمنتس بتاعتها اقول لك 3 في 2 ناقص 4 في 5، يعني نفس الفكرة. وده هو الجاكوبيان بتاعي عموما. تمام. وده هو الجاكوبيان بتاعي عموما. يبقى الجاكوبيان هو ده اللي هو الجي بيساوي، نعمل كده محددة كبيرة الأول، نحط هنا على القطر بارشال يو على بارشال واي، التاني على القطر التاني بارشال يو على بارشال اكس ناقص الوتر التاني بارشال يو على بارشال واي بارشال في على بارشال اكس. طبعا لو بدلت ده بده هي لأن 3 في 2 هي 2 في 3، ولو بدلت ده بده نفس الكلام، 4 في 5 هي 5 في 4، بس ما ينفعش تبدل اللي فوق باللي تحت ولا ده.
فاهمني؟ يعني الوتر بس ينفع ابدله، اما ما ينفعش ابدل حاجات تانية. واللي هو انت لو لاحظت ان الفي واليو دايما فوق والواي والاكس دايما تحت، اللي هو عباره عن ان انا ممكن اعمل مثلا براكت كده واجي اقول لك ان مثلا ايه، قصدي اعمل لك فراكشن اقول لك مثلا بارشل الفي واليو على بارشل الاكس والواي، عشان تعرف ان الفي والواي دايما فوق في في البسط، ودايما الاكس والواي دايما في المقام، ان هما دايما تحت. تمام. تمام. انا كده جبت الجاكوبيان، فهشيل كل ده واكتب بس مكانه حرف الجي. طيب يبقى انا كده المعادله بتاعتي بقت بارشل اكس بيساوي الكلام ده بقى بارشل في على بارشل واي في التغير في الواي ناقص بارشل الواي على بارشل يو على بارشل الواي في التغير في الفي. طبعا كل ده مقسوم ايه على الجاكوبيان. تمام. تمام. إيه دي كده ايه اول جزء يعتبر. احنا ايه عاوزين نجيب الجزء التاني بتاع البارشل ايه واي. عاوز اجيب الجزء التاني بتاع البارشل واي. هتيجي تقول لي انا هعمل كل ده تاني، هقول لك اه. ودي الغلطة اللي عملتها في الفيديو اللي فات، ان انا جيت هنا شلت الواي والواي وحطيت لك اكس واكس وكملت بيها، وده اللي عمل لي ايه غلطة بسيطة. فاحنا للاسف هضطر اشتغل نفس اللي اشتغلته ده تاني. فتعالى نكتب المعادلات تاني. المعادلة دي هتبقى بارشل يو بتساوي، هنسيب مسافة تغير في الإكس زائد ونسيب مسافة تغير في الواي. ماشي. بعد كده إيه تغير في الفي بيساوي مسافة تغير في الإكس زائد مسافة تغير في الواي. تمام كده لحد دلوقتي. تمام. ماشي. احنا هنا قلنا دي بتبقى مضروبة في التغير بتاعها، فتبقى بارشل في على بارشل واي، دي بارشل يو على بارشل واي، ودي هتبقى برضو مضروبة في التغير بتاعها بارشل في على بارشل اكس، وده هتبقى بارشل يو على بارشل اكس. تمام. تمام. انا المرة دي بقى عاوز اتخلص من الاكس. المرة دي عاوز اتخلص من الاكس، فهضرب ده، هضرب ده اللي هو معامل الاكس في الفانكشن الاولى كلها، وهضرب معامل الاكس ده في الفانكشن دي كلها. طيب يبقى انا همسك البارشل في على بارشل اكس اضربها في الاولى كلها، تبقى بارشل في على بارشل اكس، هنا تبقى بارشل في على بارشل اكس، هنا بارشل في على بارشل اكس، وامسك بقى ده اللي هو معامل دي اضربها في الفانكشن التانية كلها، اللي هو بارشل يو على بارشل اكس، بارشل يو على بارشل اكس، بارشل يو على بارشل اكس. تمام. تمام. انا دلوقتي طبعا الترم ده هو الترم ده، هتقولي بس دول متبدلين هنا، هقول لك عادي، هي مش تفرق. تمام. تمام. ايه هاجي اقول لك دلوقتي اطرح دي من دي زي ما عملت فوق، طرحت التغير في اليو ناقص التغير في الفي، ولا اطرح دي من دي؟ هتقولي مش تفرق، هقول لك لا تفرق، هتفرق خصوصا في الجاكوبيان. انا عاوز اخليها نفس الشكل، لو عكستهم هتلاقي ده ماينس ده، انا عاوز اخلي ده ماينس ده. طب ده فين؟ بص تحت هتقولي ده مش اللي هنا، لا مش هتقولي ده اللي هنا، ده اللي هنا اللي هو كان فيها بارشل يو على بارشل اكس اللي هي اهي، وبارشل فيه على بارشل واي اللي هي اهي. اه يبقى انا هعمل التانية ناقص الاولى، مش الاولى ناقص التانية. تمام. تمام. فهتبقى بارشل يو على بارشل اكس في التغير في الفي ناقص بارشل في على بارشل اكس في التغير في اليو بيساوي بقى ان انا اطرح ده من ده، فالاتنين هيطيروا مع بعض، هيبقى لي ده بقى بارشل في على بارشل واي اللي هو ده بارشل يو على بارشل اكس في التغير في الواي ناقص ده بارشل واي على بارشل يو، بارشل يو على بارشل واي في بارشل في على بارشل اكس في التغير في الواي. بعد كده بسحب الواي عامل مشترك كده، بسحب الواي عامل مشترك، هيبقى لي ده نفس شكل الجاكوبيان. هتقول لي اه، يبقى انا ممكن اشيل ده واحط الجاكوبيان. لو انا عملت الاولى ناقص التانية هنا هتلاقي الجاكوبيان يتعكس، فلازم اضربه في سالب، ودي قصة تانية ماليش دعوة بيها. تمام. فانا ايه اضرب التانية ناقص الاولى في الواي عشان يطلع لي الجاكوبيان هو. طيب ما علينا، المعادلة دي هتساوي في الاخر اللي هو ايه التغير في الواي بيساوي بارشل يو على بارشل اكس في التغير في الفي ناقص بارشل في على بارشل اكس في التغير في الواي، في اليو قصدي، كل ده على الجاكوبيان.
تمام. دي ودي بقوا شبه بعض. بص، انا مرة هحسب ان بارشل يو بزيرو واحسب التانية، ومرة هحسب ان التغير في الفي هي اللي بزيرو واحسب التانية. يعني مثلا خبي دي كأنه خالص مش شايف دي، خلاص كده بقت بزيرو. هعمل ايه؟ هودي علامة التغير دي الناحية التانية واخد لهم الليميت. دي قصة مش لازم تفهمها قوي. المهم ان انا بخبي دي، باخد دي بزيرو واخد دي الناحية التانية، فهتبقى التغير على الاكس، التغير في الاكس على التغير في اليو، صح؟ لما تاخد لها الليميت بتتحول لبارشل، اللي هي بارشل اكس على بارشل يو. ان انا خدت التغير في اليو جبته هنا، جبت له الليميت. طيب يبقى انا كده كل ده اختفى عندي. ماشي، هيبقى لي ايه؟ بارشل في على بارشل واي على الجاكوبي. يبقى دي بتساوي بارشل في على بارشل واي على الجاكوبي. دي الاولى. طيب التانية بارشل اكس، اللي هو لما اخد التغير لما احسب دي بزيرو واخد التغير في الفي الناحية التانية واخد لها ليميت، هتتحول لبارشل، هتبقى بارشل اكس على بارشل الفي. طيب يبقى انا دي اختفت ودي كمان اختفت. يبقى لي ايه؟ سالب. بص السالب اهي جت اهي سالب. يبقى انا يبقى لي سالب، متنساش السالب، سالب بارشل يو على بارشل واي على الجاكوبي. بارشل يو على بارشل واي على الجاكوبي. هشتغل هنا نفس الكلام اختصارا بقى، فتبقى ايه؟ بارشل واي على بارشل الفي اللي هو مفهوش سالب، تبقى بارشل يو على بارشل اكس على الجاكوبي. والتانية بارشل واي على بارشل اليو، على بارشل اليو اللي هي دي. هنا يبقى لي فيها السالب اللي هو ده، سالب بارشل في على بارشل اكس على الجاكوبي. انا كده طلعت الاربعة بتوعي اللي انا ايه كنت محتاجهم، اللي انا كنت محتاجهم فوق. بص انت لو طلعت فوق هتلاقي ان انا كنت محتاج ايه؟ الاربعة دول، الاكس على اليو، الواي على اليو، الاكس على الفي، الواي على الفي. بص تحت، الاكس على اليو، الواي على اليو، الواي على الفي، الاكس على الفي. جبت لك الاربعة دول. تمام. وبس بقى بروح احسب الجاكوبيان من الديترمينانت بتاعتي، واحسب الديترمينانت بكام. بعد كده بقى ايه؟ بروح اجيب الاربعة بتوعي دول واعوض بقى فيهم فوق، اجيب لك البارشل اف على بارشل يو او بارشل اف على بارشل في. إيه، انا هنا شايف قدامي ان هو بقى 17 دقيقة، بقى اطول سيكة بس ان شاء الله يعني يكون احسن. خد بالك انا زودت خطوات، ان انا حسبت الواي برضه عشان فكرة السالب. في الفيديو الاولاني ما كانش طرحت الاول من التاني لما غيرت هنا الاشارات. فانت اعرف يعني اللي احنا استفدناه دلوقتي ان انا ما ينفعش تشيل الواي والواي من هنا واحط اكس واكس، مش نفس الناتج، هتبقى مختلفة. تمام. انت في اول مرة تيجي تثبت الاثبات لوحدك هتعمله غلط، وده طبيعي جدا. فانت ممكن مثلا تعمله مرة مع الفيديو، ماشي، وبعد كده ايه مرة تعمله لوحدك. في الاول هتلاقي ان انت طولت قوي وقعدت تقف شوية كتير تفتكر، بس خلاص بعد كده بقى ابدأ روح بصمجه، عشان طبعا وقت الامتحان مش هيكفي تقعد تثبت له يعني. تمام. فبعد كده بقى روح بصمجه. بعد ما تروح تبصمجه هتلاقي ان انت بقت الدنيا واضحة بالنسبة لك، فهمت السالب دي جت فين والسالب دي جت منين، الحاجات دي جت منين، وايه هي السالب وايه هي اللي مش السالب. وهتلاقي انت مخك نفسه بدأ هو يترجم حاجات تسهل عليه الحفظ. في نفس الوقت انت لو عطلت في الامتحان في جزئية معينة تك 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 تروح تجيبها. في نفس الوقت لو كانت لك رموز مختلفة، يعني هي ممكن في الامتحان يجيب لك اليو هو اللي جوه الاكس، فلو انت مبصمجه بصمجة صرف تتلخبط. فانت خليك فاهم كل حاجة. تمام. وعشان برضو كتدريب ليك يعني لو انت حابب ممكن تحسب ان الاف في اليو والفي، وان مثلا اليو في الاكس في اليو والفي، وان عشان ما لخبطكش الاكس في اليو والفي، وان الواي في اليو والفي. تروح تجيب لي الجاكوبيان بتاع ده اللي هو من الاخر هتجيب لي البارشل اف على بارشل اكس، وهتجيب لي البارشل اف على بارشل واي. تروح تحسب دول وتشوف هتعرف تجيبهم بالجاكوبيان ولا لا. هتشوف انت بقى هل انت مثلا جرب تبصمجهم، جرب تثبتهم، شوف هل انت هتقدر تطلع لي دول مظبوطين ولا لا. ولو عاوز تجيبهم يعني وتتأكد مني ممكن تبعت لي على الواتس وانا ايه ارد عليك اشوف انت جبتهم صح ولا لا، سواء انت اثبتهم او جبتهم بطريقة انت مبصمجة. تمام. ولو في حد عنده طريقة حلوة برضو يبعتها ونبعتها للباقي كله يستفاد، مش هصور عليك اكتر من كده.